انت ايه لسه حاكي بدري كده؟ توت توت ايه ده؟ بتشرب ولا بتعملي ايه اللي بتعمليه؟ هي مش بتشرب، هي بتتفها. بص لا انت بساعة عطشانة لسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل 200,000 لايك. لولي يا عسل، يعملوا كام لايك عشانك؟ 100,000 ولا 200,000؟ قولوا لهم انتي يعملوا كام اللي انتوا عايزينه. احنا النهارده قررنا نجرب معاكم تجربه جديده اول مره نجربها، ان احنا نقضي 24 ساعه في العربيه، او بمعنى اصح نبات النهارده في العربيه اليوم كله. يعني نروح دلوقتي كده نبات في العربيه بقى، ونحضر معداتنا والبطانيه بتاعتنا والمخدات واكلنا وشربنا وحاجات ايلين ولعب ايلين وكل حاجه، وهنروح العربيه ننام الكراسي ونفرش فيها وهننام لحد الصبح، ونجرب معاكم التجربه دي ونشوف ايه اللي هيحصل فيها. فكملوا الفيديو دوت لحد الاخر عشان تشوفوا حصل معانا ايه في يومنا النهارده. طبعا يا جماعه دي حاجه جديده بالنسبه لنا، فانا متحمسه لها جدا جدا، وبالذات مع لولي. فان احنا نبات في العربيه يوم كامل دي ومع لولي مش عارفه الوضع هيبقى عامل ازاي. هتباتي النهارده في العربيه يا بيبي؟ هتباتي ولا؟ طب ما تردي علينا، طب قولي اي حاجه. مش عايزه تقولي؟ العربيه هناك، احنا محتاجين بس الاول قبل ما نبدا ونروح العربيه ونفتحها ونبات فيها محتاجين نحضر شويه معدات لينا. طبعا احنا دلوقتي المفروض هناخد معانا اكل وعصير، وناخد اكل لولي والميه بتاعت لولي والبامبرز بتاع لولي، كل حاجه تخص لولي وتخصنا، عشان ده هيبقى يوم كامل في العربيه. فانا هجهز دلوقتي الحاجه. ده عصير تفاح وعصير الجوافه، وناخد طبعا زبادي عشان لولي وانا واحمد، وناخد معانا كام تفاحيه على كام برتقانيه كده، وهعمل منهم واحده عصير لايلين. الفكره يا جماعه ان انا ما اتعشتش وجعان جدا، فانا محتاج شويه اكل اكله كده وانا نايم في العربيه. بس المشكله ان كل الاكل خلص، احنا اكلنا كل حاجه، مفيش غير اكل بس محتاج لسه يتعمل. فانا ممكن ادور على حاجه سريعه اعملها بحيث ان انا اخدها معايا العربيه واكلها هناك. هو انا بفكر بقى اعمل شويه سجق كده وشويه بطاطس كده عشان انا جعان جدا. انت بتعملي ايه يا لولي بس؟ انت قاعده اصلا في المطبخ ليه؟ بتعملي ايه؟ دي بص انا هاخدها منها، بصوا بتعمل ايه؟ ايه؟ اهو هاخدها منها، بص بتعمل ازاي؟ بص بتعمل ازاي؟ خلاص اهي سبتها لك، كليها براحتك، كليها براحتك يا عسل. انا دلوقتي هعصر برتقانيه تمام لايلين، علشان البرتقال مفيد جدا وفيه فيتامين سي، فهو كويس ليها. طب واحمد فين؟ ما احنا هناكله كده. اعمل لك شويه سجق وبطاطس معايا. ده ازاي ده؟ ما عجبهاش تقريبا الكلام. بفكر كمان بقى بعد ما اقلي البطاطس واقلي السجق احط عليه شويه جبنه، عشان انا ما بحبش اكل البطاطس ولا السجق بعيش. فانا هاكله بشوكه كده، فاحط شويه بطاطس عليهم شويه سجق وارزع عليهم شويه جبنه كده، وبعدين اكل بقى واتمزج. زينب عملت لولي دلوقتي البرتقال، ولولي هي بتشربه. هي مش بتشربه، هي بتعضعض في البتاع. هي بتعمل ايه يا زينب؟ بتعضعض فيها. ايلين لو خلصت البرتقال كله يا حبيبتي مش هتلاقي في العربيه حاجه تشربيها، عشان تبقى عارفه بس. ماشي براحتك. اللي يعرف يدلني ايه سبب الرغاوه دي؟ حط شويه بطاطس والسجق، ما اعرفش الرغاوه ديت كده ليه، يعني عملت كده ليه مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مبدئيا الحاجه فيها تلج كتير تمام، فالميه هي اللي عامله له الليله الجميله دي. تقريبا حطيت شويه ميه مع الزيت فهم اللي عملوا كده. تقريبا يا جماعه انا بقلي البطاطس والسجق في صابون سايل. احنا دلوقتي يا جماعه هو واخدين الحاجات بتاعتنا، والمفروض نروح نحطها في العربيه بقى عشان هنبات النهارده هناك. هاخد دلوقتي يا جماعه البطانيه ديت، والمفروض هوديها العربيه عشان نفرش بقى. بتعملي ايه يا زينب؟ مستنيينك انا وقايلين في العربيه. لولي انت قاعده جوه بتعملي ايه؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا كده جهزنا السرير بتاعنا اللي المفروض هننام عليه انا وزينب وايلين. ده يا جماعه شكل السرير بتاعنا في العربيه. ايه رايك في السرير اللي انا جهزته لكم؟ رائع بصراحه. مين اللي رتبوا الترتيبه دي؟ انت. بصوا يا جماعه احنا المفروض دلوقتي جهزنا كل حاجه. بصوا دي طاوله الطعام بتاعتنا، ودي زينب ولولي، وجبنا اللعب بتاعت لولي اهي، ودي الحاجات اللي احنا هننام عليها، ومجهزين كل حاجه هنا اللي احنا خلاص هنبات هنا. صح يا زوزي؟ هنعيش في العربيه اليوم ده. بس انتوا ما شاء الله خدتوا المكان كله، ما سبتولوش اي مكان خالص ليا. انت نام على الكرسي قدام بقى، مش مهم. لا انام على الكرسي، ممكن تتاخروا لي شويه يعني. تعالى لف. بس يا جماعه ونحب نقول لكم مرحبا بيكم في بيتنا الجديد. بيتنا بص بقى صغير شويه بس يعني بقى حلو، تحس ان الواحد مبسوط صح؟ قوي بصراحه. انت حاسه بايه؟ حاسه ان انا كاني في بيت متحرك زي السفاري وكده، عارف الحاجات دي؟ عارف الحاجات دي، اللي هو الخيمه ويحطوا وانا جعان. خيمه. بس بصوا يا جماعه ده اللي انا عملته. انا عملت شويه بطاطس وسجق زي ما انتم شايفين كده، وهنا في شويه حاجات كده. نجيب بس الطاوله كده قدامنا شويه زي ما انتم شايفين، في عصاير، في كوبايات، وفي زبادي، وفي البتاع بتاعت ايلين والميه وكل حاجه. بصوا انا مش عارف ابتدي بايه ولا بايه، بس دي الحاجات اللي هي معانا في العربيه، ودي الحاجات المتاحه معانا دلوقتي. بص انا مبدئيا عايزه كوبايه زبادي. اول حاجه بقى نبتدي بيها الزبادي. اتفضلي يا استاذه زينب الزبادي بتاعك. شكرا. ايوه. وانا همسك شويه البطاطس بقى والسجق بتوعي دول، ابتدي اضرب فيهم بقى واحده واحده. بصوا انا عامل بطاطس
بطاطس عالميه يا جماعه بجد يعني. اتحرقت مني شويه بس هي زي الفل قلقها يعني. في الصابون، تحس انه اصل في صابون، على فكره في صابون مواعين لونه اصفر زي الزيت جوه، لا تكون حطيت منه. لا حطيت زيت. قولي كده للفانز انت مبسوطه بالموضوع ده ولا لا؟ بص هي مش مركزه مع اي حاجه غير مع البطاطس بس. انا هحاول اديكي بطاطسايه بقى مش حاطط عليها ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. بص هتاخدها على طول. بصوا مدمنه بطاطس. يعني البنت دي مدمنه اي حاجه غير اكلها. بس انا عايز اسالك سؤال، لما نحب نخش الحمام نعمل ايه؟ لا هو انا عامل لك كمان حمام في العربيه. مش كفايه انا قلبتها لك اوضه نوم، اعمل لك ايه تاني؟ زينب بعد اذنك ممكن تصب لي شويه ميه. بصوا يا جماعه الحياه لذيذه كده واحنا ايه متحجمين كده، الواحد مش عارف يعمل كده ولا كده ولا كده ولا يتحرك بسبب ان المكان ضيق. لا الموضوع بصراحه ممتع يعني. انا انصحكم ان انتوا تجربوه، تنزلوا كده على عربياتكم او عربيات باباهاتكم او مامهاتكم، تنزلوا وتقلبوها كده اوضه نوم. بس هو احمد ما حبش يحرمني من حاجه، ما حبش يحرمني من حاجه. بمعنى ايه؟ قلت له ايه، انا عاجبني جو ان بيسافروا وياخدوا خيام معاهم ويقعدوا في مش خيم. عارفين العربيات اللي هي المتنقله اللي هي في اوروبا؟ عربيات كده يا جماعه بتبقى معموله اكنها بيت، يعني بتفتحوا العربيه كده بتخشوا تلاقوا في بيت، في بوتاجاز وفي حاجات جوه كتير. هي زينب كان نفسها في الموضوع ده، فانا عملت لها احنا محتاجين بس نجيب حد يمشي بالعربيه والحياه كده تبقى جامده. ايه اللي بتعملي ايه؟ بس كبطاطسايه بقى لها ساعه بتاكل فيها. تبقى لها قد ايه يا زينب؟ ساعه؟ بقى لها ساعه تقريبا. لولي مش ممكن كفايه على البطاطسايه وتسيبيها؟ ممكن يا حبيبتي؟ بتحاول معاها. بس ايه رايك في البطاطس بتاعت بابي؟ على فكره انا مديكي البطاطسايه دي فاحترميني شويه. تجربه جميله جدا في ان احنا قاعدين وكلنا وشربنا حلوه. مجرد النوم بقى مش عارفه بصراحه، لما نيجي ننام هقول لكم اذا كان النوم مريح في العربيه ولا لا. وخلي بالكم بس احنا في العربيه، احسن الناس بس تحسب ان احنا مش في عربيه، والله احنا في عربيه. بصوا يا جماعه اهو الدركسيون قدام اهو، وادي عربيه وكل حاجه واحنا اهو موجودين اهو وفرشين. بصوا مخدات وكل حاجه باين عربيه صح. الموضوع ممتع جدا يا جماعه، حلو، انا مبسوطه. احمد انا بفكر نقعد يومين في العربيه. هو طبعا يا جماعه الكلام ده صعب، احنا اخرنا بس كده اول ما النهار يطلع نطلع ننام في اوضتنا، لان الموضوع برده على قد ما هو ممتع هو متعب شويه، لان العربيه طبعا انتوا عارفين العربيه مش قطن، العربيه حديد المفروض، فاهمين قصدي؟ فاحنا يعتبر نايمين على حديد، وفي نفس الوقت احنا جايبين بطانيه كده فيها قطن كتير عشان ما يبانش ان هو حديد قوي، فاهمين؟ اللي هو مثلا يبقى مريحنا شويه. ايلي الناس يا كل حاجه دلوقتي ومركزه مع البطاطسايه بس. حبيبه قلبي كفايه على البطاطسايه ممكن؟ لولي طب خدي بص انا اجرب دلوقتي اديها لعبه اشوف هتاخد اللعبه وتسيب البطاطسايه ولا لا. صباح الجمال. بتاعت الكلام ده عرفت تحس ان هي عايزه تقول لك كده صباح الفل يا لولي. بص هي ممكن تاخدها بس مش عايز تسيب البطاطسايه. طب حاول كده تاخد منها البطاطسايه شوف هتعمل ايه. رميتها. جربي كده تاخد منها البطاطسايه. ايوه سيب البطاطسايه، خديها منها مش راضيه خديها منها بس حاولي كده. اه حاولي معاها. خدي خلاص ايه خدي يا اختي. ما تدوقي زينب بطاطس السجق اللي انا عاملهم دول. بص هم محروقين شويه بس دوقيهم يعني هيعجبوكي. ها ايه رايك؟ هو بصي هو بيتمط شويه بس حلو يعني. بصي هو اول قطمه ما بتبقاش حلوه، بعد كده بيبقى الموضوع حلو. ايه رايك؟ حلو جدا، حلو لدرجه ان انا عايزه ارجع. خدي يا لولي خدي. ايه ده؟ بصوا يا جماعه عملت ايه؟ بهدلت نفسها بالجبنه حرفيا. لولي ممكن كفايه بطاطس بقى؟ هي ما بتاكلهاش. بص هي بتفتفتها وانا بحطها في بقي اكلها انا. كل زبادي افضل لك والله. الزبادي احلى ولا البطاطس؟ لا هي البطاطس بتاعتك جميله، بس الفكره ان انا عندي حموضه في المعده فبحاول اروق على نفسي، فهمت؟ السجق على فكره والبطاطس ممتعين لدرجه ان انا بصوا عمال باكل منهم كتير جدا وتحفه بصراحه. انت بتعمل ايه؟ انت هتاكل زبادي؟ ما بحلي. لا هم طعمهم حلو بس انا بحلي بالزبادي. بصوا يا جماعه لو تلاحظوا من شويه انا اصلا ما باكلش زبادي ايه وبتاع ايه. الزبادي بقى حلو. الزبادي دوت مفيد جدا بالليل. او ماي جاد، عشان الواحد ياكله وينام على معده حلوه. على معده حلوه؟ ده انت اللي حلو. البطاطس اللي انت بتتريق عليها يا هانم بنتك مفرتكه الدنيا بيها. بصوا رميها على الارض بتقطع وتف يا ابني. دي بتقطع وتف. لا بتاكلها هي. بصوا ايه والله ابدا. طب هات الفستان بتاعها كده. اهي البطاطسايه يا جماعه، البطاطسايه هي على الفستان كله على الارض وعليا. بتاخدها هي بتاكلها تاني اهي. بص انا اعمل حاجه، انا هجرب اشربها من ازازه الميه عشان اشوف رد فعلها بقى عامل ازاي، لان هي على طول ببرونه ميه عصير اي حاجه في الببرونه، مفيش ان هي تشرب من الازازه. تعالى نشوف كده. جربي كده يا لولي. بص هتحط البق كله في بقها. بصوا طب ايه؟ طب استني مش كده يا لولي. استني يا سندويه. مش كده انت فاهم الموضوع غلط. استنى نجرب في الكوبايه يمكن الوضع يختلف كده. حطي كده وجربي. يلا يا لولي يلا اهو. بتشربي ولا بتعملي ايه اللي بتعمليه؟ هي مش بتشرب، هي بتتفها. بص لقيت نفسها عطشانه لسه قافشه في الكوبايه هتشرب هي. مش هتنزل لك ميه كده بتفاها فوق. هي اللي بتنزل لها. يا لهوي على الكوميديا اللي انت فيها. ها يا احمد قلت لك.
بص بتشرب وبتنهك بقى بعد الشرب. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ بهدلت نفسها بهدله. زينب وشها كله اتبهدل ما شاء الله من البطاطس والميه. طب ما تصب لها يا زينب شويه عصير من اللي هناك ده. طب ما معاه برتقال. اشربي كده برتقال. مش حابه. ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اشربي شويه برتقال. يلا شويه برتقال يا لولي. لا ما بتحبوش. ما بتحبش البرتقال تقريبا. صب لها شويه تفاح كده، صب لها في الكوبايه لان هي الكوبايه كانت عاجباها. بص بتعمل ازاي؟ بص تعمل ازاي السفله. على ان البرتقال لو في نفس العلبه زي دي برضه هتبقى الفضول قاتلها كده. يعني هي الفكره بالنسبه لها هي العلبه مش الحاجه اللي جوه العلبه. انت هتسكري ولا ايه يا ايلا؟ لا اله الا الله. مش ايدك جوه، ايدك ما بتحطش جوه يا حبيبتي. يلا شربيها شويه نجرب معاها كده. طبعا في الكوبايه عجبتها انما الببرونه بتاعتها لا. طب هقول لك على حاجه. احنا هنجرب نحط لها البرتقال في الكوبايه وهوريك هتعمل ايه. هدلق لها البرتقال من الببرونه في الكوبايه واستنى تشوف هتعمل ايه. مش هي كانت رافضه البرتقال؟ ايوه. طب استنى بقى. ايه العك ده؟ ايه العك اللي انت بتعمليه ده؟ عشان تبقى التفاح خفيف عليك فلازم تشربه بالميه. طب ليه؟ طب ما كنت شربت شويه تفاح دول وتصب لها هنا. ليه العك ده يا ماما؟ بس دي كوبايتك على فكره. دي هتبقى كوبايتك اللي هناك. دي كوبايتي. بصوا يا جماعه البرتقال اهو اللي كان في الببرونه. ده البرتقال اللي كان في الببرونه. لما نجربه كده معاها في الكوبايه. ايوه طبعا ما هي كوبايه. ما هي كوبايه يا سفله. يا سفله ما هي كوبايه. بصوا. هي مشكلتها في الببرونه مش في يعني مش في المنتج اللي جوه الببرونه. لا هي مشكلتها في الببرونه نفسها. حاجه في الببرونه لا ما تشربش، في الكوبايه تتشرب بقى. عايز تعمل زي الكبار. بص هتقفشها ازاي. بصوا تلاحه وخلاص. قله ادب وخلاص. مين مبهدله نفسها ناو؟ مين بعد ما تصحى من النوم هتطلع تاخد شاور. بصوا بتشرب ازاي يعني. مش فاهم بجد. هي بتتف تاخدها وتتف تاني. يعني عايز تحط ايديها جوه الكوبايه اصلا. هي بتضربها. بص متعصبه انا لان مش عارفه تشرب. انت مالك قلبت على الجوكر كده ليه؟ لولي انت مالك قلبه ليه كده على الجوكر؟ وريني كده بقك يا بنت، وريني بقك كده. هتحط وشك جوه الكوبايه يعني. بص يا ما احنا منظرنا جوه العربيه عامل ازاي. بص والله بص المنظر عامل ازاي. بص ده السير بتاعنا المفروض والمخدات. لولي يا لهوي على البطاطس دي اللي مجنناك يا شيخه. هو الاحساس حلو ورائع بصراحه. انا بنصح اي حد بيتفرج على الفيديو دوت يجرب نفس التجربه كده ويبعت لي وهو بيجرب نفس التجربه. يعني خدوا صوره كده وانتوا نايمين في العربيه او بايتين يوم في العربيه كده وابعتوا لي الصوره على الانستجرام وهنزلها عندي. زينب ابتدت تلعب في الموبايل يا جماعه. نايمه دلوقتي على رجليها وسايبه العابها وكل حاجه وماسكه في البطاطسايه كالعاده. طبعا انا بفكر اعمل لكم يا جماعه بعد كده يوميات لولي والبطاطس. ايه يا حبيبتي ده؟ هو لولي تقريبا مبسوطه بالوضع ولا ايه؟ انا مش فاهم بجد. انت مبسوطه بالوضع؟ بابا ايوه انا اهو بابا اهو. انا بابا. كميه بهدله غير طبيعيه وبهدله نفسها. بص وريني كده دقنك بابا. ايدك بس كده وريني دقنك. بص ضربتني. انا اسف. حياه زينب بقى مع الموبايل. بص احنا كده لما بنيجي ننام او بندخل الاوضه عشان ننام زينب بتمسك الموبايل وتفضل قاعده كده. وانت زي ما انتم شايفين كده. انا بنام على طول. انت بتنام على طول؟ بنام على طول. ده بيمسك الموبايل بتاعه. ده الموبايل ده يفصل يقوم ماسك التاني يفصل يقوم حاطط التاني في الشحن فيكون التاني شحن شويه فيقوم ماسكه فيقوم سايب ده. ايه كل ده؟ هو دلوقتي قدام الناس مين اللي ماسك الموبايل دلوقتي وقاعد بيلعب فيه؟ عشان انت دلوقتي بتصور. هات بعد اذنك الموبايل. خد يا لولي. صباح الجمال. بنتي هتنبسط مني جدا والله اللي انا بعمله ده. مبسوطه ببابي؟ انت بتنام كتير وتسيب موبايلاتك الاتنين كتير فانا هبسطها بقى وبالكاميرات بقى. ايه رايك؟ تحب اعمل كده؟ لا شكرا حبيبتي. ممكن الموبايل بس بتاع مامي واللاب كمان لو حابب. خدي اتفضلي. انا اسف. قلب ماما روح ماما. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عقل ماما. اي لولي تاخد منها الموبايل بقى خلاص بقى. يا عايز تتشال بقى. قلب مام. بص بقى وهي بتنده على زينب بقى بتقول لك يا زينب مام. ايوه كل هدومك بقى. ايوه ندخل على مرحله اكل الهدوم بقى. ايوه كل. هو بدايه الفستان ده عايز يترمي كده خلاص. عشان تبقى عارف يعني. كميه بهدله غير طبيعيه. ايه ده؟ بابا. ايوه ماشي شكرا يا حبيبتي. اللي انت شايفاه بتقول لي بابا. تمام. كل رجلك. بص يا جماعه بتاخد رجلها بتحطها في بقها معرفش ازاي. بابا. بص بتقول بابا. هو انت ناوي تطلعي لعيبه باليه؟ يعني انت ناوي تلعبي باليه لما تكبري؟ فهميني بس. تمسكي رجلك تحطيها في بقك ازاي مش عارف. ناوي تطلعي لعيبه باليه؟ فهميني بس رد عليا. بصوا يا جماعه النهار ابتدى يطلع اهو. النهار ابتدى يطلع هنا واحنا قاعدين بنتكلم. تقريبا قاعدين بقالنا قد ايه؟ بقالنا بتاع 8 ساعات ولا 7 ساعات ولا 5 ساعات حاجه زي كده صح؟ محبوسين في العربيه يا جماعه بقالنا حوالي 6 7 ساعات والنهار هو طلع علينا. هو بيبتدي دلوقتي يشرق اهو.
الدنيا لسه هي يعني ليل بس النهار بيطلع اهو واحده واحده. ازاز العربيه شبر وحاجه جميله خالص يعني. تيجي نجرب ننام يا لولي؟ ايه تنام ايه؟ ممكن نجرب ننام بعد اذنك؟ بص لك ازاي. بابا 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 بابا. بصوا يا جماعه، المفروض دلوقتي انا وزينب وائل هنا نايمين دلوقتي في العربيه. ادي لولي اهي. يا لولي يا لولي بصي هنا، انت نايمه في العربيه. عاجبك موضوع العربيه ولا لا؟ بابا ايوه انا بابا. عاجبك موضوع العربيه ولا لا؟ بابا 3 بابا يعني. ايوه يعني كده مبسوطه. انا مش فاهم يعني كده بتقول ايه؟ ممكن ترجمي لي؟ انا اللي اترجم؟ اه لما ابقى اعرف انا الاول هقول لك. طب يا جماعه اللي يعرف ايلين كانت بتقول ايه من شويه يا جماعه يكتب في الكومنتات. هي كانت بتقول ايه يعني؟ إني اللي بتقول بيعرف لك بابا. يترجم حاجات الاطفال يترجمها بقى. بصوا يا جماعه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا المفروض هننام شويه بقى يعني. انا هاخد قيلوله بقى. سيبكم مع زينب هي تكمل معاكم الفيديو عشان هنام. ايه؟ طب وانا؟ نامي 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 انت كمان. ومستقبلي؟ ايوه نامي يلا. يا جماعه وانا نمت شويه كده وصحيت وايلين صاحيه يعني. ايلين صحيت مش مخلينا عارفين ننام، وزينب كمان صحيت اهي. فانا بفكر بقى ان انا اخدهم بقى ونطلع ننام بقى عشان كده كتير يعني. نطلع بقى الفيلا فوق. عملنا التجربه والدنيا تمام اهو انبسطنا بيها. نطلع بقى ننام فوق ولا ايه؟ يا ريت. انت ايه اللي صحاكي بدري كده؟ ايه اللي صحاكي بدري؟ ملحقتيش تنامي 5 دقايق على بعض. توت توت ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه نامي. لا عايزه ماما تشيل. موضوع مرهق على فكره ان انتوا جدا. تباتوا في العربيه. الموضوع مرهق ومع ايلين كمان مرهقين مش مرهق كمان مع ايلين. لولي في ايه يا لولي حبيبه قلبي؟ انا كنت اتغطيت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده وكنت خلاص نمت يعني. اعمل ايه تاني طيب؟ اعمل ايه تاني طب يا استاذه زينب؟ انت قول لي انا اللي اعمل ايه. طيب يلا نطلع ننام فوق بقى. يا ريت. يلا. زي ما انتم شايفين يا جماعه ده كان السرير بتاعنا في العربيه. بصوا عامل ازاي. ده كان السرير اهو عشان الناس اللي ما شافتوش كويس واحنا لسه بالليل. شوفوا احنا الصبح كان عامل ازاي. طبعا ايه متبهدل كده اللي احنا كنا قاعدين عليه ونايمين عليه. فبصوا الدنيا بايظه خالص يعني. طيب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده لسه صاحيه ومش عايزانا ننام تقريبا. عايزه مننا ايه يا زينب؟ عايز تتمرجح. عايز تمرجح شويه قبل ما تنام. طلعنا عشان ننام في الاوضه ما رضيتش تنام خالص. قاعده عماله تزعق وتصوت عايزين ننزل بيها. نزلنا بيها وقاعدين دلوقتي قدام البسين اهو زي ما انتم شايفين. مستنيينها بقى ايه يجي لها النوم عشان احنا كمان ننام. احنا بنتعذب معاها ازاي؟ عذاب السنين يعني مفيش نوم. هي نايمه وقت ما نكون احنا صاحيين يعني. خلاص احنا مضطرين ان احنا نصحى فايلين تبقى نايمه خالص. لدرجه ان انت لو سبتها على الارض وهي نايمه عادي هتبقى نايمه. لكن لو هي ملهاش مزاج بقى ومش عايزاك تنام لازم تنام على حجري. لو انا اتنفست نفس ما عجبهاش بتصحى. ينفع كده يا بابي ومامي بيشتكوا منك؟ ده ينفع يا بنتي؟ بصي لي هنا. ينفع كده؟ طيب يا جماعه يا رب تكونوا انبسطتوا بالفيديو بتاع النهارده. ان احنا قضينا 24 ساعه في العربيه. هي العربيه هناك اهي لو انتوا شايفينها هناك اهي. احنا كنا مبسوطين جدا بالفيديو ده. يا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا فيه. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس توصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. بنحبكم جدا. وي لاف يو كتير قوي. اخر حاجه نحب نقولها لهم ايه يا زينب؟ سلام. لولي قولي للفانز بتوعك سلام. بصي لهم هنا وقول لهم سلام. لا. ما تقولي يا حبيبتي. مركزه في المايك بتاعك الكاميرا.